فينيسيوس جونيور والرحيل عن ريال مدريد. فينيسيوس جونيور يتشرط على النادي الملكي. فينيسيوس جونيور يحارب ويواجه الونسو وفلورنتينو بيريز ويرفض عرض التجديد. مين فينيسيوس جونيور؟ ثانية، مين هو؟ بصوا، شبيحة فينيسيوس جونيور يبعدوا عن الحلقة دي أحسن عشان ما نخسرش بعض. اتفقنا؟ يلا بينا. هلا والله، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة على قناة كورة بس وقناة معبد كريم. شوف أنا مخنوق من فينيسيوس جونيور، وأنا هنقل لك الأخبار بشكل سريع عشان مش ناقص صداع. لو أنت بقى من محبي فينيسيوس جونيور وكان لا ظلمته ولا تعال الحلقة اللي بعديها. الله اسمع مني عشان هتزعل مني الحلقة دي، تمام؟ هتزعل مني لأني بحب ريال مدريد أكتر من فينيسيوس جونيور وأكتر من 100 فينيسيوس جونيور واكتر من امبابي واكتر من اي حد ثاني. وانا هرجع عيدا المره المليون، انا بعد خروج كريستيانو رونالدو راموس ومودريتش خلاص ما عنديش غالي في النادي. دول اللعيبه اللي انا كنت شايفهم اساطير خالده، وانا بتكلم عن 3 لعيبه هم اساطير النادي الملكي غصب عني وعنك. يعني بره مين اسطوره النادي الرقميه؟ رونالدو، طبيعي هزعل لما يطلع. مين اعظم قائد في تاريخ النادي؟ راموس، طبيعي هزعل لما يطلع، خاصه ان كنت على قناعه انه يقدر يكمل، وشفنا انه يقدر يكمل، وشفنا من جاء بديله ألابا التافه ومندي الميت وكل الشله السكراب دي اللي موجوده في النادي، ومنظر الخروج وشكل الخروج كان مؤلم. لوكا مودريتش من اعظم اساطير النادي في خط الوسط ان لم يكن اعظمهم. تمام؟ طيب، فما تبقى بعديهم لا يعنيني. دول كنت املك لهم مشاعر كبيره لانجازاتهم الاسطوريه. انت تتكلم عن لوكا مودريتش عنده 6 دوري ابطال، راموس 5 ده 5، فينيسيوس 2، اشغلتونا يا جماعه. فينيسيوس جونيور. طيب خلينا نقول لك مباشره. خورخي بيكون بيقول لك لاعبان في ريال مدريد يريدون إقالة تشافي ألونسو الآن. اتوقع مين اللاعبان؟ اكتب لي في الكومنتات، اتوقع مين اللاعبان؟ سهل على فكرة. أكيد فينيسيوس جونيور خلصانة، وأنا بقول لك اللاعب الثاني هو رودريجو. بس مين اللي ثقل كبير؟ فينيسيوس جونيور. هتقول لي مش شرط يكون رودريجو، مين؟ توقع مين؟ أندريك؟ أوكي، هو أكيد يرغب في رحيله لأنه ما بيلعبش، بس ملوش قيمة أندريك أصلا في النادي. مين؟ بيلينغهام؟ هل ممكن يكون بيلينغهام؟ هتقول لي كابتن بيلينغهام. طب اقول لك بالراحه، ما بيلينجهام بيلعب، يعني هو بيلينجهام ما بيلعبش، بيلعب اساسي من اول ما جه من الاصابه، وبيلعب في المكان اللي هو عايزه، هكذا يقولون. همشيها لكم، فاكيد مش بيلينجهام. مين ما بيلعبش؟ فينيسيوس. ومين الثاني ما بيلعبش؟ رودريجو. فهم دول اللاعبان، ده رايي، منتظر رايك انت. علاقتهم بالمدرب اصبحت منهاره تماما، طز فيهم الاثنين وطز في الونسو نفسه. يعني انا شوف، انا ما عنديش مشكله مع يعني اني اعشق الونسو وادافع عن الونسو، ليس له ريكورد عندي عشان ادافع عنه. اتمنى انه ينجح، طبيعي كاي مدريدي اتمنى انه ينجح، لكن انا مش هدافع عن فينيسيوس من اجل الونسو، راح ادافع عن الونسو من اجل فينيسيوس. انا هدافع عن ريال مدريد، مش فارقه معايا الاثنين دول يا بس انا فكره انه هيكون نوع من انواع المشهد الجديد في ريال مدريد، اني والله العظيم احنا شله لعيبه او لاعب او اثنين متضايقين من مدرب، نحرق غرفه الملابس يعني ننشر اشاعات وهندمر اجواء الفريق ونأثر على النتائج بسبب ادائنا المخزي الكارثي، ونخرج في الاعلام بشكل او باخر كما مشهد الكلاسيكو نظهر عدم رضانا وغضبنا من تصرفات المدرب، ونجعل الاعلام يشعل الدنيا، وابدا انا كلاعب زي فينيسيوس ابدا اسرب من الاعلام المقرب الي غضبي وعدم رضاي وكل هذه الاشياء. ده مشهد اول مره اشوف في الريال. هل اول مره نشوف في الريال مشاكل في غرفه الملابس؟ لا، في، بس اول مره نشوف في ريال مدريد هذا الشكل الذي يظهر فيه النادي. فكره ان انت نادي صغير الان ياتي لاعب ليقود النادي كله ويحرك النادي كله ويساهم في اقاله وخروج مدرب. مين ده؟ لا يكون كريستيانو، مش واخدين بالنا. علاقتهم بالمدرب اصبحت منهاره تماما، طز فيك وفي المدرب. حلو كده؟ فاكرني هدافع عن المدرب يعني؟ بس انا مع الفكره ان ما ينفعش لاعب يجي يتنطط على النادي وعلى المدرب. يعني هي مشكلتنا مع فينيسيوس مثلا، هو فينيسيوس 100 واحد منهم، يعني ده مش محتاج كلام طبعا. هل مشكلتنا مع فينيسيوس اصلا هو الونسو؟ لا، قبل الونسو تجديد العقد والمشاكل اللي كان بيعملها قبل كده اصلا كتير. طيب، بعض المسؤولين المهمين في النادي يعتقدون ان اقالته اصبحت ضروره. اقاله مين؟ الونسو عشان خاطر فينيسيوس؟ اقسم بالله انها هتكون مسخره لن تغفر. يعني انا رايي وعار، يعني سيكون في النادي. البرتو اورتيجا بيقول انضم فينيسيوس الى ريال مدريد في ال16 من عمره. كفايه، اتخنقنا. عمره كم سنه دلوقتي؟ وتحمل السخريه.
طب نعمل ايه يعني عشان هو يتحمل السخريه يندس في بطن جمهور ريال؟ يعني تفرض شروطه، ندفع له من جبنه؟ انا مش فاهم في ايه. وحسن من ادائه الهجومي الحمد لله بعد 6 سنوات. قول لي كده مسيرته مع ريال مدريد رقميا كام سنه؟ شباب اذا كريم بنزيما من 2009 وكثير من جمهور ريال مدريد يقول لك ابو موسى، رغم ان الراجل كانت له مساهمات قويه جدا، رغم ان الراجل تاني هدافيك التاريخيين. ده طبعا بعيدا عن اصلا فكره غضبي من ارقامه التهديفيه في كثير من المواسم، لكن كريم بنزيما كان قيمه وقامه في النادي. الناس 13 14 سنه مع كريم بنزيما قال لك ابو موسم. طب انت عندك 8 سنوات مع فينيسيوس، ايه ابو موسم برضه ولا ابو موسمين؟ مع الفارق الكبير الراجل ده قعد 5 سنوات ولا حاجه ارقامه، ولا حاجه ولا حاجه ارقامه ولا حاجه. فمش عارف، واصبح قائدا للفريق وفاز بلقبين في دوري الابطال. اذا طب مندي عنده 3 القاب دوري اكتر من كريستيانو. طب مندي عنده دورين ده ابطال، بلاش مندي فايخو عنده دوري ابطال زي فينيسيوس. ايه مش فاهم. هتقول لي بس هو قصده انه بيأثر، اكيد هو مؤثر. مين يقدر يقول يعني؟ انت متخيل مثلا مين هيطلع يقول لك انه فينيسيوس مش مؤثر؟ طبيعي مؤثر، بس ما يشغلناش. انت في ريال مدريد، انت مش في نادي اول مره جيت دوري ابطال ففرحان بيها. ايه ده احنا جبنا دوري ابطال وفينيسيوس كان معانا وفينيسيوس كان مساهم بيها، ادوا له تمثال. مش احنا النادي ده. دوري ابطال بالنسبه لريال مدريد كلام فاضي، والدليل في 5 سنوات جبناها 4. كان يا عمي يا جماعه يا شباب، مش احنا نفسنا كجمهور كثير منا تساله عايز دوري ولا دوري ابطال، يقول لك لا يا معلم كفايه دوري ابطال شبعنا عايزين دوري. تخيل الجمهور الوحيد في العالم بيعمل حاجه دي. فنهدى شويه. اما مبابي الذي لم يفز باي لقب في دوري ابطال اوروبا، طب نعمل ايه؟ الراجل لعب اول سنه ثاني سنه. الغبي الصحفي الغبي ده اورتيجا الغبي فقد انضم لريال مدريد واصبح اللاعب الاعلى اجرا. مش فاهم. طب ما بيل، ثانيه واحده، رونالدو جه كان اعلى اجر صح؟ مين اعلى، بيل ولا كريستيانو؟ بعدين بيل كان الاعلى من رونالدو صح؟ ما كانش معاه اي دوري ابطال ولا كان معاه اي حاجه. يعني ايه فكره الاعلى اجرا يعني؟ مش فاهم. قيمه انتقال بيل كانت اعلى من قيمه انتقال رونالدو بعيدا عن الراتب. الاعلى اجرا ايه اللي هتفرق؟ مش فاهم يعني. لازم يكون طب لو معاه دوري ابطال مثلا امبابي عادي. وبعدين لماذا على فينيسيوس ان يقبل ان يكون راتب امبابي اعلى؟ ايه ده؟ واحنا نادي فينيسيوس ده ونادي ريال مدريد، وايه لان ده راتب ياخد اعلى مني، انا هاخد اعلى منه. ده لو سمحنا انه يحدث في الريال او اي نادي اخر هينهار الفريق. وده كان احد اسباب انهيار برشلونه. مش مشكله برشلونه كان ميسي الوحيد اللي في برشلونه كان بيدخل فلوس حقيقيه وبيساهم في اقتصاد النادي هو ميسي. كان بيديله العقد ال3 خمسات الشهير دوت، لكن كان في الموسمين بيدخلك 250 مليون. طلع عقده الراجل بزياده. اما ايه اللي كان سبب انهيار برشلونه؟ ان بوسكيتش بياخد راتب اعلى بكثير من الطبيعي، دي يونج، بيكي، امتيتي، ولاعيبه كثير سكراب. فانا اسف جدا لما انا افتح المجال ان جنابك مش عاجبك، انا عايز اخد زي مبابي واللي همشي في 60 داهيه. يا جماعه انتوا نسيتوا امبابي يعني ضحى براتب يمكن الاعلى في تاريخ كره القدم اوروبيا، ومكافاه من الاعلى في التاريخ مع باريس سان جيرمان. شفنا الضغوطات اللي كانت مهوله عليه من اجل ريال مدريد. امبابي لما جالك فري وفر عليك مينيمم 160 مليون، مينيمم 160 مليون. فلو انت عقدك معاه 5 سنوات، خمسه بكام بياخد في السنه؟ كام؟ 30 مليون. 5 في 30 150 مليون. انت جايبه وعليه بلس 10 مليون يعني انت كنت هتدفع مينيمم 160 170 180 مليون. انت كنت على استعداد دسينا الاخبار انك تدفع 180 و200 مليون. فمبابي كان هيجي لك 180 مليون، الراجل جالك فري. فانت لو بتدي له 180 مليون في 5 سنوات، انت حرفيا ما دفعتش راتب امبابي اصلا. يعني انت تخيل معايا بس معلش، انا امبابي هينتقل من ريال مدريد من باريس سان جيرمان لريال مدريد، خلينا نقول مبلغ سعر عشان تكون في الحسبه، قول 200 مليون. تمام؟ فالنادي هيدفع 200 مليون وغير النادي هيدفع راتب الولد. فايه اللي حصل؟ النادي وفر ال 200 مليون، والمبلغ اللي كان هيدفعه كانتقال الى باريس سان جيرمان الان هيدفع كراتب، فانت طالع كسبان.
فمبابي هو اكثر صفقه اقتصاديه في تاريخ ريال مدريد يعني. نرجع مره ثانيه، ذا اتلتيك بتقول لك ادركت شخصيات بارزه في ريال مدريد مخاوف فينيسيوس جونيور. ايه مخاوف فينيسيوس جونيور؟ مش فاهم. من عدم حصوله على نفس الاهميه التي حظي بها تحت قياده كارلو انشيلوتي. شفتوا بقى موضوع كارلو انشيلوتي والدلع اللي كان بيعملوه دمرنا ازاي. ردا على ذلك سعوا لاظهار الموده والثقه له، لكن ذلك لم يمنعهم من توضيح دون فرض غرامه انه كان مخطئا في التعبير عن غضبه من استبداله ضد برشلونه. قلت لكم وقتها ان دي كارثه، ازمه. البعض قال لي لا عادي ما تافورش. قلت لكم لما قدم اعتذاره ما قدمش اعتذاره للمدرب، قلت له لا عادي، ما هو بقى يتكلم بينه وبينه. ده اتلتيك بتقول في وقت سابق من هذا العام. شوفوا قبل بقى موضوع الونسو ده، الونسو لسه جاي، قدم ريال مدريد عرضا لتجديد عقد فينيسيوس جونيور. اذا مشكله فينيسيوس جونيور انه جاء كيليان امبابي قبل بقى الونسو والجو بتاع الونسو. يتضمن زياده في راتبه الصافي لحوالي 20 مليون. هنزود راتبك يا معلم الصافي ل 20 مليون. وعندما رفض فينيسيوس العرض، طلب النادي من اداره الاعمال اقتراح مبلغ. يعني انت رفضت يا باشا ال 20، طب اتفضل انت عايز كام؟ ادينا رقم يا حالتها. طلب ممثلو فينيسيوس جونيور عقدا تاريخيا يقارب اعلى عقد في تاريخ النادي والذي منه حال كريستيانو رونالدو براتب يصل الى 30 مليون يورو سنويا. انا عايز اعرف رونالدو كان ب 30 مليون يورو؟ انا مش شاكك اصلا في دقه المعلومه دي، بس اتس اوكي. ده هو طلب 30 مليون يورو، اعلى راتب في تاريخ النادي. يعني حتى اكثر من امبابي، يعني مش هو عايز ياخد زي امبابي، لا اكثر من امبابي. وشمل ذلك الراتب الاساسي ومكافآت الاداء ومكافآت التجديد، وهو امر لم يعرض على لاعبي ريال مدريد سابقا. عايز مكافاه تجديد وكده، شغل باريس سان جيرمان، عايز يحولنا الى شغل باريس سان جيرمان اللي هو مكافاه تجديد وتنهار النادي على الصعيد ده. اذا مشكله فرانتينو بيريز الاساسيه كانت في فكره المطالبات الماليه عند اللعيبه واساطير تنشاتهم من النادي، وبشكل مقزز يعني كان مؤلم. مين انت يالا؟ مين انت اللي جاي تتنطط على النادي؟ انا مستغرب من مدريدي اللي شايف ان عادي فينيسيوس يتنطط على النادي عادي ويفرض شروطه. امبابي بياخد اكتر، ليه هو ما ياخدش؟ المصيبه انه جاي يطلب. الكارثه ان امبابي، ان فينيسيوس جاي يطلب عقد وتحسين عقد، وانه يكون العقد الاعلى في تاريخ النادي، وانه في مكافاه توقيع ومكافاه تجديد والهبل ده اللي عمره ما حصل في تاريخ النادي مع اي حد. في موسم طالعين موسم صفري وكان مقدم موسم معفن، وجاي عامل بدايه موسم كارثيه، او 10 مباريات الاخيره ولا هدف ولا صنع. بقى مرتي بيتكلم لما رونالدو جاي يتكلم عن موضوع الراتب ما كانش بهذه الشروط ولا هذه العنجهيه ولا هذا الطريق الذي يروي به دراع النادي. كان وقتها هداف دوري الابطال وبطل دوري الابطال وبطل ثلاثيه تاريخيه. لو فينيسيوس ده كان عنده كره ذهبيه ولا كان جايب دوري الموسم الماضي، كان عمل فينا ايه؟ كان طلب 50 مليون. شو عقدت محادثات اخرى قبل بدايه الموسم لكنها توقفت الان. يدرك ريال مدريد انه الى جانب الخلافات الماليه فإن الوضع الصعب بين أحد لاعبيه النجوم ومدربهم الرئيسي يعيق محاولات دفع المفاوضات قدما. يعني قصدهم على ألونسو اللي هو أحد شروطه مشي ألونسو. نجيب لك مين يا دلوعة ماما بابا؟ نجيب لك مين؟ نجيب لك مين؟ نجيب لك كارلو أنشيلوتي، صح؟ عشان يدلعك ويهتم بيك. طبعا في خبر عن كارلو أنشيلوتي وإنه يعني حس بالأمان أكثر مع كارلو أنشيلوتي، وإن كارلو أنشيلوتي يعني هو اللي استطاع إنه يعني يخرج أفضل ما فيه وكل هذه الأشياء. أكيد أنت محتاج الفوضى ديت، ان بمزاجك دي انك تخلص المباراه لاجمين فيها تطلع عادي تسافر وتروح. انه ما فيش انضباطيه على فكره، بس اللي كان بيحصل في ريال مدريد ما كانش بيحصل في نادي في العالم، لان في انضباطيه في كل الانديه في العالم، وده الطبيعي والمنطقي والواقعي. فلاعيبتنا اتعودوا على الفوضى، ما دام في فوضى يبقى خلاص يلا عربده، عايزين عربده. انا رايي الفريق دوت هينجح في حاله مدرب يمتلك تاريخ، ليه تاريخ، فاللعيبه هيستحوا ويخافوا وما يقدروش يتكلموا. لذلك سمعنا كلام انه ده فاكر نفسه بيب جوارديولا، فاكر نفسه بيب جوارديولا، لانه لسه مدرب جديد وصغير وشاب. اما لو جالهم كلوب مثلا، ولا انا كلوب باشا انا اسف، او جالهم زيدان، ولا انا زيدان باشا انا اسف، مش قادر حد يتكلم ويتنفس معاه. اما عشان امثال فينيسيوس مستوطي حيطه زي ما بيقولوا كده. الونسو، انه مين ده الونسو؟
والله الاخبار جدا مضايقاني، طريقه التعامل فينيسيوس مع ريال مدريد بهذا الشكل المهين للنادي، مهين مهين، ما فيش فيها لف ودوران، مش يعني حناور في الكلمه ولا هختار عباراتي بعنايه. مهين وغير مقبول، والمصيبه اكبر ان جمهور ريال مدريد عادي، جزء كبير منهم انه حقه. انتوا لسه مشجعين نادي امبارح. لايك الحلقه لو عجبتكم بقى، وقولي رايك. سلام لك.